يا أهلا بالحبايب، الحلقة التانية من المسلسل ده، يلا بينا لأن مفيش وقت. بنشوف لوي وهي بتجمع الورد وبتقول لها أنا جمعت ورد كتير، وهي بتقول لها كويس قوي، لكن بتكون واقفة ثابتة وبتبص للراجل ده، وصاحبتها بتقول لها خلاص امشي من هنا وغمضي عينيكي وجمعي لي كل الورد وعدي لي جمعتي كام وردية. وبعد كده بتبص هي للراجل ده وبتروح له، ومرة واحدة الغابة بتبدأ تتقلب والغراب بيبدأ يطير من كل النواحي، وهي بتبقى باصة كده ومتفاجئة. حلو قوي الكلام ده. نرجع بقى لروين. روين كانت بتكلم واحدة من دار الأيتام، بنعرف ان امها توفت وبتجمع حاجتها عشان تتبرع بيها، وبتتواصل مع موظفة دار الايتام وبتقول لها انا عايز اعرف انا اتربيت فين قبل ما تسلميني لامي، لان كان في عملية تبني سرية عام 1991. لكن بترد عليها وبتقول لها مفيش حاجة اسمها كده، وبتكمل كلامها وبتقول لها ان الدار دي اتفتحت عام 1995، وبتقول لها اكيد في سوء تفاهم. وبتتفاجئ روين بالكلام ده وتقول لها ازاي، لكن بعد كده بتتصدم وبتقفل عليها السكة ومش بتكمل، وبتكون في حالة صدمة شديدة. وبعد كده بتروح شوية روين تشرب كده لأنها بتكون تعبانة وبتفتكر أمها وبتكون زعلانة قوي، ومن كتر التعب اللي كانت فيه بتنام وبتدخل في نومة كده أو في غيبوبة طويلة. بنشوف ام روين الحقيقيه وهي بتكلم الشيطان، والشيطان بيقول لها انا قلت لك حياتك هتكون احسن، وان الطفله اللي انت جبتيها دي هيكون مكانها افضل بكتير. وهي بتقول له يلا انا عايزه اقوم بقى واستيقظ، فبيقدر اللي هو بيخليها تقوم ويفضل يقول لها ويك اب ويك اب يعني استيقظي. وبعد كده الخدامه بتديها حبه اكل، لكن هي بتكون قاعده قدامها لكن بتكون بتعيط. عشان كده بنعرف انها خلاص بدات تقوم من الغيبوبه اللي هي فيها، وبيننا داخلين على ملحمه جامده قوي يا رفيق. بتقوم روين من النوم وبتحضر الاكل، وبتفتح اللابتوب بتاعها علشان تدور على اي معلومه جديده تعرف اللي هي بنت مين او هي مين من الاساس. وبعد حبة تفتيش كده بتعرف اللي هي تتواصل مع دار أيتام كان موجود، وبتعرف اللي هي تدور وبتاخد عنوانه وبتكلم الدار الأيتام ده، لكن طبعا مش بيكون في رد. وطبعا عارفين الباقي إن محدش بيوافقها عن الكلام اللي هي بتقوله، وبتقفل التليفون. لكنها بعد كده بتنسى الأكل، وبالأكل طبعا بيتحرق، لكن بتقوم بتطفي عليه. وبعد كده بنلاقيها واقفة قدام الدكتور. بتكون روين عايزة تروح للدكتور علشان ترجع وظيفتها اللي هي اتفصلت منها، وبتبقى خلاص عايزة اللي هي تقدم على الوظيفة، وبتقول له اللي انا عملت حوالي 8 عمليات جراحية دي كلها يوم الاثنين ولوحدي. بس الدكتور بيرد عليها وبيقول لها خلي بالك هما كانوا العيانين كلهم في بنج طويل، وخلي بالك انت اخدتي وقت كبير وكان ممكن اي عيان فيهم يموت. لكن هي بتفضل تتحايل عليه وبيقول لها هقول لك الطريقة، انت تطلعي لديفيد ولو اديتك تصريح للعمل خلاص رجعت تاني للشغل، وبيمشي من قدامها. بعد كده بنشوف ان ديفيد راح المركب علشان يفتشها ويعرف ايه الجديد اللي موجود هناك، واللي هو كمان يدور ورا روين علشان يعرف يحميها من نفسها. وطبعا بيخلع القفاز بتاعه وبيحسس على الجدار والحاجات اللي كانت روين، وبيشوف قدامه ان روين ازاي اتأذت والألم اللي كانت فيه. وبتكون روين قاعده للدكتوره، والدكتوره بتسالها حبه اسئله كده. من الاسئله دي بتقول لها هو انت حياتك ازاي، وهل انت مرتبطه او وضعيه نومك ايه، لان انت بعد كده بتعرف اللي هي شخصيتها يعني بتشخصها. وروين بتعرف ترد عليها، ولكن بعد كده روين بتتوتر قوي جامد جدا. وطبعا انتوا عارفين لما روين بتتوتر وبتبقى بتتوتر جامد جدا القوه بتاعتها بتشتغل، ومن غير ما بتاخد بالها الدكتوره بعد كده بتبدا تتعب وتمرض. ولكن الدكتوره بتاخد الحبايه وبترجع تاني للشغل. لكن قوه روين بدات تزيد اكتر واكتر لدرجه ان الدكتوره بدات تنزل دم من مناخيرها، لكن اضطرت بعد كده روين اللي هي تقوم وتمشي لما شافت الوضع كده. وبتروح روين ناحية العربية بتاعتها وبتشوف مجموعة غربال قاعدة اللي هي بتصوت عليها، وبتفضل متأملة قوي في الموقف. ومرة واحدة هوب الغربال كلها بتموت على العربية بتاعتها، وبتكون روين متفاجئة ومتنحة قوي الموضوع، وبتكون في حالة من الصدمة. وطبعا سيبرين بيراقب كل ده من بعيد وبيحاول يصورها، وبيطلع ان كل ده خيال، بس فعلا ان في غربال ماتت. راحت روين اخدت كام غراب كده وراحت بيهم على الشط، دفنت وردمت عليهم. وبعد كده فضلت اللي هي تعيط كتير كتير قوي. بعد كده راحت مطلعه الشنطه، اخدت الحبايه المنومه، وطبعا انتوا عارفين الباقي دخلت في حاله من الغيبوبه عشان تبدا تصفي دماغها. وبتحلم روين بامها، وانها كانت امها بتشاور عليها لانها رايحه لبيت، وبتروح ورا امها البيت ده. لكن روين كانت بتبدا تكون خايفه ومش، وبتضطر انها تجري ورا امها، وبتشوف امها انها بتطلع كده في بيت او قصر، وروين بتبقى واقفه بتتفرج عليها، لكنها بتتردد. ولكن بعد كده بتروح وراها، وبتقوم بعد كده روين من حلمها. بس هنا بقى كان سبرين بيتكلم واحد اسمه سمير، وبيقول له خلي بالك ان هي بدات حالتها تتطور، وبدات اللي هي تقوى يوم عن يوم، وانا شايف ان انا كده مش هعرف احميها، بس انا مضطر. وبيحاول سبرين اللي هو يهديه ويقول له انها عباره يعني هتعرف تحميها، انت اول مره تعمل كده ولا ايه. وفعلا سبرين بيهدى
وبتكون امها فاقت من الغيبوبه وبتبدا تستكشف في المكان، والدكتور بيكون قدامها وبيقول لها مش معقول، دي معجزه كبيره قوي. وبتبدا امها اللي هي ترجع تاني لصحتها، ولكن الدكتور بيقول لها واحده واحده بدل ما تقعي انا عايز اكشف عليكي، لكن بيقول لها انا عرفت حكايتك كلها وعايزك كمان تكملي فيها، لكن خلي بالك لان الشيطان ممكن يأذيك باي طريق، وعايزين نخلي الحكايه دي سر بينا. يمكن هي بتبص له بس بتكون مصدومه برضه من جواها، ولما تدخل عليها جدتها بتعمل اللي هي برضه ايه تعبانه ومش قادره تقوم، فبيديها الدكتور الحقنه وبيقول لها ان الحالات بتاعتها بتتراجع اكتر واكتر. وبتقوم روين من النوم بتاعها وبتبص حواليها بتلاقي ان فيها حفله ومجموعه كده من الشباب، لكن هي بعد كده بتستوعب الموقف وانها نامت هنا فتره طويله وبتقوم وبتمشي، وهي بعد كده ماشيه كده في ممر بتعرف ان في حد بيراقبها لكن مش عارفه هيكون مين، لكن بعد كده بتبص وبتعرف ان في واحد كان بيراقبها وبتقول له انا عرفت انت مين. بعد كده بيطلع لها وبيقول لها انا سابرين وجاي هنا علشان احميكي، لكن هي مش بتكون مصدقاه وبتقول له هو كيك دفع لك علشان تعمل فيا حاجه ولا ايه؟ بيقول لها انا جاي هنا احميكي من نفسك لانك انت عندك قوه غامضه وبحاول ان انا اتحكم فيها، وبيحاول اللي هو يمسك ايديها، لكن وهي بتدفعه وبتحاول اللي هي تمشي بعيد لكن بيمسك ايديها، وطبعا عارفين الباقي. بعد كده الاسعاف جت جابته وهي كانت ماشيه معاه علشان تعرف الحاله اللي هو فيها، لكن وهي ماشيه وراه كده بتحس ان هو فعلا جاي يحميها او يعمل اي حاجه، لكن بعد كده بتاخد منه الموبايل وبتفتحه ببصمه الوجه وبتنزل، وطبعا الاسعاف بتكمل طريقه لان روين كانت عايزه تعرف ايه اللي موجود في التليفون، وبتعرف انه كان بيراقبها من مده طويله جدا وانه معاه صور ياما، لدرجه ان هو كان بيشوفها من ناحيه العربيه وناحيه اللي هي غدة الغراب وطبعا في المركب، وطبعا بتتصدم لما هو بيكون معاه صور قديمه جدا لامها وجدتها وللعيله كلها، وبعد كده بتشوف ست وبتحس انها امها وبتكون واقفه معاها مع امها التبني اللي هي ماتت في اول الحلقه. ارجع بعد كده هتلاقيه في الفيديو اللي فات. وبعد كده طبعا المعلم بيقوم من النوم وبيعرف ان كل حاجه اتاخدت منه وبيهرب على طول من عربيه الاسعاف. وبعد كده الاسعاف بتكلم روين علشان تيجي وتشوف ايه اللي بيحصل. بعد كده روين بتعرف انه هرب وبتقول لها احنا جينا فتحنا العربيه ما لقيناهوش موجود جوه، وهي بتحاول تدور عليه. بتدوري على مين ياما؟ ده هرب واختفى. بعد كده في شمال في يمين ومش لاقي اي حد. بعد كده بتمسك التليفون وبتحاول هي تتواصل معاه لكن طبعا مفيش اي حاجه، لكن هي بتكون متنحه قوي لصوره امها وامها بالتمني وبتعرف العنوان وبتروح، وعلى طول بتركب الطياره. وهي في الطياره كانت بتفتكر الاوقات اللي هي امها وكانت جدتها والايام الحلوه والعائله الحلوه دي. بعد كده بتشوف المكان وبتركز قوي على الراجل ده وبتحاول تشوف مين، لان الراجل ده كمان شافته في حلمها بس وكده. وبعد كده بتشرب شويه وبتنام لحد ما الرحله توصل. نيجي بقى بعد كده لامها وهي واقفه مع الشيطان وبيقول لها انا هكون جنبك في اي حته، وان بنتك جايه لي خلاص واللي هي على الطياره، ولو عايزاني في اي وقت طبعا انت عارفه هتعملي ايه، بالتعويذه هتلاقيني على طول قدامك. بتقول انا بحبك قوي وشكرا ليك اللي انت وصلتني لحد الحاله دي. بيقول لها مش عيب عليكي ويلا بقى علشان عايزين نخلف بنت تانية، وطبعا انتوا عارفين الباقي عملوا ايه مع بعض. شوف جدتها وهي بتتفرج عليها وبتطمن وبتفضل تتكلم وتعايرها اللي هي قاعده كده ومش بتعمل حاجه وبتكلم الخدامه. وبعد كده بتفضل قاعده لحد ما امها بتقفل عليها الباب، وبعد كده طبعا بتقوم تطمن اللي هي مشت، وبتفضل تتفرج عليها واللي هي بتركب العربيه علشان تطمن خالص انها ايه مشت من البيت ومن البواب. وبعد كده بتفرح وبتخرج من البيت، وبتبقى الخدامه عارفه انها خلاص اتعافت واتشافت، وبتشاور لها وبتقول لها ان السر ده هيكون ما بينهم، وهي بتكون فرحانه قوي وبتفضل بره وبتتفرج على الورق والزهور والامطار والشغلانه دي. بتكون فرحانه قوي والفرحه مش بتكون سعيها. بس بعد كده نرجع لروين واللي هي راحت الفندق علشان تحجز بيه، وبالبخت كده اللي هي بتعدي من جنب جدتها، لكن الجده مش بتلاحظها ولا هي بتبقى عارفاها اساسا كده كده، لكن بتعدي الحوار عادي جدا. وبتروح بعد كده روين لمين؟ للراجل بتاع الفندق وبتحاول اللي هي تحجز الاوضه، لكن بعد كده بتبقى في واحده بتتكلم كده كلام عام وبتلفت انتباهها، لكن هي بعد كده بتديله روين التليفون بتاعها وبتقول انت شفت الاتنين دول قبل كده؟ وطبعا بيرد عليهم ويقول لها انا اول مره اشوفهم في حياتي. وبعد كده بيديها المفتاح وبتبقى بتمشي وبتطلع الاوضه، لكن بيقول لها الغريبه ان ممكن اللي هي شافهم قبل كده بس بيكون مش عارف فين. وبعد كده بتقول له خلاص وبتاخد الشنطه طبعا وانتوا عارفين الباقي. بتطلع بعد كده للاوضه بتاعتها تقعد فيها شويه. نرجع بعد كده لامها واللي هي عند طبعا خالها، وبتفضل تحكي لخالها اللي جرى لها واللي حصل لها. وبعد كده خالها بيتفاجئ قوي بعد ما افتكرت الذكريات وبيقول لها ايه ده انت اتشافيتي، مع ان امك كانت بتكذب علينا وبتقول اللي انت حالتك ميؤوس منها. بتقول له امي اساسا مخبياني في البيت ومش عايزاني اطلع ولا اروح في حته ولا اعمل اي حاجه، وان هنا بنتي كمان عايزاها. وبعد كده بتقول له ان انا عندي شيطان والشيطان ده هو اللي رجعني تاني للحياه، وما تعرفش
ان الشيطان ده يقدر يعمل ايه واكتر من كده. وبيكون خالها مكدبه من الحوارات اللي هو بيقولها، بتقول له طب تعالى كده اوريك. وبعد كده بتفضل اللي هي قاعده وبتقرا بعد كده حبه تعاويذ، وفعلا بعد ما بتقرا عليه حبه التعاويذ الشيطان بيحضر. ويا ريته ما حضر رفيق، لان الدنيا كلها بتهتز. وبعد كده بتفضل تقول التعاويذ بتاعته اكتر واكتر. وبعد كده بنشوف الشيطان اللي هو في بيت روين، وبيحاول اللي هو يفتش على اي حاجه ليها علاقه بروين. بيروح شمال ويمين ومش عارف يلاقي اي حاجه. وواحده واحده كده بتمد ايديها لمفتاح الاوضه علشان تعرف هي فين بالظبط، وبتعرف على طول ان روين موجوده معاها في الفندق. على طول بتقوم وبتقول لخالها الكلام ده، وانها عايزه تروح تشوف بنتها، لكن خالها بيحاول اللي هو يمنعها، لكن بتقول انا رايحه لها. وبعد كده بنشوف روينو اللي هي بتكلم سيبرين، طبعا عارفين سيبرين، وبيقول لها خلي بالك انا حي وانا هنا علشان احميكي، وانا هنا امك هي اللي وظفتني، طبعا امها بالتبني يعني، لانك انت عندك قوه خارقه وانا بحاول ان انا اشوف حل عشان تقدري تتحكمي فيها. وبتقول له قوه ايه؟ بيقول لها مش هقدر احكي لك اكتر من كده، ولما اقابلك هعرف اكلمك اكتر واكتر عن التفاصيل. بعد كده بيتفقوا اللي هم يتقابلوا مع بعض، وبيقول لها قابليني كمان شويه هتلاقيني تحت الفندق بتاعك، وبتدي له العنوان. وبعد كده بتقوم تلبس عشان تروح له الفندق اللي هي اتفقت عليه. كده بنشوف الجدة مع بنتها، وبتقول لها انت ايه اللي جابك هنا وازاي قمتي كده، انت حالتك كانت متدنيه خالص، قمتي منين؟ وبتبدا كده اللي هي تحسس عليها وبتفرح قوي، وبتحاول اللي هي تاثر عليها عشان ما تعرفش ان بنتها فين ولا تاخد بنتها، لكن هي بتسيبها وبتقول لها خلي بالك انا عندي شيطان ممكن يأذيكي دلوقتي. وطبعا انتوا عارفين الباقي، ان هي بتسيبها وعلى طول بتجري تتفرج على بنتها علشان تقابلها. وبتدخل الاسانسير، وبنتها كانت بتلبس وخلاص خارجه عشان تقابل سابرين، وهي بتطلع في الاسانسير وبتكون متوترة جدا لأنها هتتفرج على بنتها أول مرة. وبنتها طبعا بتخرج من الأوضة وبتفضل واقفة قدام الأسانسير ومستنية اللي هي تنزل علشان سبريل. وبعد كده بتفضل واقفة لكن بتتخض لأنها بعد كده بتتفرج على أمها وبتشوفها وبتكون فرحانة قوي وبتضحك لها، لكن الضحك دي في ثواني بتتقلب لحزن كبير. تعرف ليه يا رفيق؟ لأن طبعا أمها شافتها اللي هي بتموت وبتجري عليها وبتفضل تحضن عليها وهي بتكون في منتهى الحزن وبتفضل تصرخ كتير. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، عايزك تعمل لايك واشتراك. معكم زياد خلف الله.